النادي الأهلي يفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في الدوري المصري. لسه المباراة خالصة دلوقتي من شوية، النادي الأهلي ونادي الزمالك قطبي الكرة المصرية. المباراة كانت مباراة كبيرة جدا من النادي الأهلي، شهدت عودة المخيف محمد شريف إلى التهديف مرة تانية. احتفل محمد شريف بهدفه ال50 مع النادي الأهلي، وأيضا محمد شريف كمل الهدف 51 مع النادي الأهلي. بدأت أحداث المباراة وشوط أول سلبي من الفريقين. شوط أول مفيش أي كرة فيه، مفيش أي فنيات من النادي الأهلي ونادي الزمالك، كلها كور مشتركة في نص الملعب. كرة وحيدة من دونجا اتلعبت بقوة كبيرة جدا من أمام منطقة جزاء النادي الأهلي، تألق محمد الشناوي وشالها من المرمى. دي كانت تقريبا الهجمة الوحيدة الخطيرة لنادي الزمالك في الشوط الأول. وفي نهاية الشوط الأول كان هناك أيضا هجمة خطيرة للنادي الأهلي بكرة من حمدي فتحي، ويعني بتخبط كده في القايم، وكان بيحاول فيها كهربا وبتطلع بره. انتهى الشوط الاول بنتيجه 0-0. كلنا تخيلنا ان الشوط الثاني هيسير نفس اتجاه الشوط الاول، ولكن بقى عشان يفاجئنا كهربا بالهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 60 من احداث الشوط الثاني، بعد تمريره من اليو ديانج لحسين الشحات اللي لمح حمدي فتحي في منطقه الجزاء، ولعب سويرف وكره طوليه في منطقه جزاء نادي الزمالك. حمدي فتحي على مرتين ويقشرها زي ما بيقولوا كده بالهيد لكهربا المتواجد تماما بدون مراقبه عشان يحرز الهدف الاول. هدف طبعا بيعبر عن جماعيه والاداء الجماعي الكبير جدا للنادي الاهلي، وبيعبر عن الروح العاليه جدا عند حمدي فتحي، من اللعيبه المهمه جدا في نص ملعب النادي الاهلي. النهارده كان اداؤه فوق الامتياز فوق الامتياز. بعد الكرة ديت كهربا طبعا اتغير بعد كده ونزل محمد شريف. محمد شريف بعيد بقاله فترة كبيرة جدا عن أدائه مع النادي الأهلي، برضو عشان محمد شريف يفاجئنا بهدف تاني وعرضية رائعة من محمد هاني توصل إلى حمدي فتحي كده، ولخبطة مع دفاعات نادي الزمالك عشان توصل لمحمد شريف، ويسدد كورة سهلة جدا وكأنه هو بيسدد ضربة جزاء لمحمد عواد اللي ما يقدرش يعمل لها أي حاجة. الهدف كان هدف محمد شريف احتفل بالهدف وكان مبسوط جدا باحرازه للهدف. الزمالك كان رد فعل طبعا ضعيف جدا، ما كانش فيه اي رد فعل بعد الهدف الاول. بعد الهدف الثاني ما فيش اي رد فعل من لاعيبه نادي الزمالك. لاعيبه نادي الزمالك بعيده خالص عن اجواء المباراه، مش عارفه تدخل لجو المباراه. حتى بعد الهدف الثاني للنادي الاهلي اتكلمنا في ان احنا ممكن لاعيبه نادي الزمالك ترجع، وكان في بعض التغييرات، لكن ما رجعتش لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الاهلي كانت متحكمه في رتم المباراه. اليو ديانج كان مان اوف ذا ماتش للمباراه، لعيب تقيل جدا. النهارده فاجئنا كولر، كل الناس كانت بتتكلم ان محمد هاني كان هو ممكن يدخل في قلبي الدفاع ويلعب مع رامي ربيعه، لكن النهارده شفنا مين بقى؟ النهارده شفنا كولر فاجئ كل الجماهير وكل المحللين وكل الناس ان هو حط خالد عبد الفتاح الوافد الجديد للنادي الاهلي في مركز قلب الدفاع مع رامي ربيعه. ودي كانت مفاجاه كبيره جدا لاول مره واول مباراه لخالد عبد الفتاح. ده خالد عبد الفتاح مباراه كبيره جدا مع النادي الاهلي وفي منطقه قلب الدفاع مع رامي ربيعه اللي كان متالق النهارده. كانت الناس كتير كلها كانت متخوفه من قلب دفاع النادي الاهلي النهارده، او قلب دفاع النادي الاهلي النهارده هو سبب الفوز في مباراه النهارده من وجهه نظري. قلب دفاع النهارده النادي الاهلي رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح عملوا مباراه عالميه، قطعوا كل الكور على مهاجمين نادي الزمالك. النهارده للاسف ما شفناش سيد زيزو في اي انطلاقات. امام عاشور كان بيحاول شويه كده في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، لكن ما شفناش اي انطلاقات مهمه جدا ولا اي كور خطيره لنادي الزمالك في مجريات الشوط الثاني. على العكس سير المباراه كان المفروض نادي الزمالك في الشوط الثاني يكون ليه رد فعل بعد احراز النادي الاهلي للهدف الاول والثاني والثالث، لكن نادي الزمالك كان ما فيش اي رد فعل من اللاعبين، وتحس كده ان اللعيبه كانت يعني تايهه في المباراه. وده ما يقللش تماما من النهارده محمد هاني لعب مباراه كبيره جدا، علي معلول لعب مباراه كبيره جدا مع النادي الاهلي، ومهاجمي النادي الاهلي كهربا النهارده كان يعني متالق بشكل كبير جدا. نادي الزمالك النهارده ما كانش اليوم بتاعها تماما. هارد لك لجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مليون مبروك لمحمد شريف العوده للتهديف مره ثانيه. مليون مبروك لاداره وجماهير النادي الاهلي للفوز العريض والفوز الكبير جدا على نادي الزمالك. لم يكن احد
من المحللين والمتوقعين ان هو توقع ان المباراه هتوصل للنتيجه دي وان النادي الاهلي هيفوز بنتيجه 3-0، لكن فاز الاهلي ب 3-0 على نادي الزمالك باداء عالي جدا واداء كبير جدا للنادي الاهلي. طمن جماهير النادي الاهلي ليه بقى البطوله اللي جايه كاس العالم للانديه ان شاء الله تعالى. النادي الاهلي يؤدي مباريات كبيره جدا في بطوله كاس العالم للانديه. ولا ننسى حاجه مهمه جدا، ان هناك 6 لاعبين من التشكيل الاساسي للنادي الاهلي هم بين الاصابات والغيابات. كل الامنيات بقى بالتوفيق للاعيبه النادي الاهلي الغائبين يرجعوا للنادي الاهلي لتدعيم قوه وصلابه ودفاع وهجوم وخط وسط النادي الاهلي. هارد لك نادي الزمالك، محتاجين نادي الزمالك يشتغل على الفرق اكتر. لعيبه نادي الزمالك النهارده ما كانش فيه روح، ما كانش فيه عزيمه، لعيبه كبيره يعني احمد سيد زيزو مش في الفورمه ومفيش في مستواه. احمد سيد زيزو النهارده ما شفناش في انطلاقات، يعني معظم لعيبه نادي الزمالك شفنا برضو شيكابالا نزل في الاخر، لكن خلاص كانت النتيجه خلاص خلصت وصعب العوده لنادي الزمالك. اتمنى في النهايه لو عجب حضراتكم الفيديو لايك حلو كده واشتراك في القناه لمتابعه كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.